مرة أخرى يكشف نظام المخزن عن وجهه الحقيقي كراع أول لشبكات تهريب وزراعة المخدرات في المنطقة. إرهاب من نوع آخر. لم يتوانى هذا النظام في تصدير سمومه إلى الجزائر لضرب أمنها واستقرارها. نفق سري يمتد من التراب المغربي نحو منطقة باب العسى الحدودية بولاية تلمسان، تستعمله شبكات تهريب المخدرات. النفق المكتشف يقع على عمق معتبر تحت الأرض، ومن المرجح أنه استخدم خلال الفترة الماضية لتهريب كميات معتبرة من الكيف المعالج. سلاح خبيث يعتمده نظام المخزن في محاولة يائسة لتفكيك التماسك الاجتماعي في الجزائر، ومخطط إجرامي يطبقه نظام المخزن مع كل دولة تربطه بها حدود. فمنذ أشهر قليلة كشف عن نفق مماثل في مدينة سبتة على الحدود الإسبانية، كان يستغل لتمرير البشر والممنوعات، ما يؤكد وجود بنية تحتية سرية تستخدمها شبكات الجريمة المنظمة المغربية بتواطؤ ضمني أو مباشر مع أجهزة نظام المخزن. جريمة عابرة للحدود يقودها نظام يعيش وهم الهيمنة عبر أدوات وأساليب تخريب تكافحها الجزائر وتقف لها بالمرصاد، رافعة درجات التأهب على طول شريطها الحدودي مع المغرب لمواجهة ومحاربة كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار الجزائر ومنظومتها الاجتماعية.